الله، رمضان مبارك علينا وعليكم. طبعا قصتنا حقت اليوم فيها اكشن، فيها اثاره، فيها تعذيب. شفتوا سوينا برناوي زي ما شفت في عنوان المقطع. عيال الشعبيه فشخوا دراجتي. تابعين الجداد وقفوا المقطع وروحوا شوفوا الجزء الاول حق ايام متوسط عشان تفهم يعني من هم عيال الشعبيه وانا سويت معاهم زمان. فتابع المقطع الاول وتعال. عزيزي المشاهد، قبل ان نبدا المقطع ابغى منك حاجتين بسيط. اول شيء انك تضيفني في السناب وتشترك في القناه، ولازم تفعل الجرس حق القناه عشان لما ننزل قصه تجيك رن. دحين اديكم قصه عيال الشعبيه الحراميين ذول. والله العظيم في حرامي طفشني من اول متوسط لين ثالث متوسط ويفشخ دراجاتي. مو دراجه واحده، دراجات. فالحرامي ذا طبعا انا اسميه حرام محترف، لانه والله العظيم كل مره يجي يفشخ فيها الدراجه يخفي كل الادائل يخفي كل الادائل. يقول لك المهم طبعا صايم ذكر استحمل اي كلمات تطلع مني. المهم يخفي كل الدلائل. والله العظيم ما اعرف، ما ادري منو عيال الشعبيه. مو بس يسرقوا دراجاتي انا، يسرقوا دراجات ريال حشيشه، يسرقوا دراجات عقوسه. والله العظيم متذكر الدراجات حتى تقريبا ممكن انا اللي فشخوها 5 دراجات. طبعا ال5 دراجات اللي فشخوها تقريبا كل 3 شهور زي كذا، كل ما اشتري دراجه يجي يفشخوها على ال3 سنين هذه اللي هي فين، اللي هي فيها متوسط. المهم الشعبيه كمان ما لهم وقت محدد يعني يجي يفشخوا فيه الدراجات. ايام يفشخوها المغرب، ايام وانا رايح المدرسه ارجع احصل دراجتي مفشوخه. فاحنا بيتنا كان عماره. اول دراجه انسرقت ما كنت اسلسلها، ادخلها تحت الدرج وامشي، يجي يفشخها على طول يمشي. الدراجه الثانيه والله العظيم حطيت الدراجه وربطتها بسلسله، رجع ثاني يوم احصل لا السلسله ولا الدراجه موجوده وربك كعب في مره سلسلت دراجتي ودراجتي عقوسه مع بعض وسلسلناها في الدرج. قلنا خلاص يعني احنا لميتها دراجتها حتقعد تتفشخ. المهم وسلسلنا الدراجتين مع بعض في العمود اللي تحت الدرج. والله العظيم رحنا المدرسه رجعنا وصلنا دراجتي مفشوخه ودراجتي عقوسه مفسوسه المهم حصلنا الدراجتين مفشوخه. والله العظيم امي خلاص حلفت يمين ما عاد تشتري لها لا انا ولا يعقوسه. خلاص امي من بعدها والله ما عاد اشترت لها دراجات. على ايام زمان طبعا رامبو مقاس 24 عليها دعامات والجنطه ذاك عرفتوه. يمين بالله تحسب انها دوج. كانت الدراجات زمان يمين بالله كشخه صح. طبعا كان شيء عظيم واحد عنده دراجه ومقطبه كمان. يا واد انت كنت اسطوره في الحاره. فامي وقتها حلفت انه ما عاد تشتري لنا. هذا كان قريب الاجازه حلو. جينا على وقت على رمضان، شديت بسطه انا ويعقوسه وجمعنا فلوس قرنقش على ليله العيد. خلاص انا لان امي حلفت انه ما عاد تشتري لنا دراجات. فقلنا انا يعقوسه ليش نقعد نستنى لهم تشتري لنا، نسوي بسطه شهر ونجمع فلوس وفي العيد نشتري دراجه. فعلا جاء رمضان وخلص تعبنا انا ويعقوسه واشترينا دراجه. والله متذكر انا اشتريت رامبو مقاس 24 ويعقوسه كوبرا مقاس 16. طبعا دخلنا دخل خرافي من البسطه. انا قطبت الدراجه على طول بعد العيد يا واد، شديت لها جنط والله متذكرها الجنط الاحمر وسويت تنجيد احمر ورا في الاجازه زي كذا. طبعا الدراجتين مكلفه حلو. فصرنا مين الحارس حق جارنا، قلنا له انت شوف في الليل اذا شفت احد ناس جو احفظ اشكالهم وقول لنا. زي ما قلت لكم احنا ساكنين في عماره، يعني طبيعي الحي اللي احنا فيه حيكون فيه عمائر، فناس يعني الحمد لله ما مناقصهم شيء، عكس عيال الشعبيه اللي هم ناس يعني قليلين فلوس. خلينا شوي نبعد عن القصه واحكيكم شوي عن عيال الشعبيه علشان تفهموا. هم ناس يعني ما عندهم فلوس، فعشان كذا ساكنين في بيوت شعبيه، فانا سميتهم يعني عيال الشعبيه. طبيعي يكون واحد ما يصلي بعيد عن ربه وما عنده فلوس، شيء طبيعي حيتوجه انه يسرق يسوي اشياء حرام علشان يعني يبدا يسلي نفسه. طبعا والله العظيم شوفونا احلف عيال الشعبيه ذول كانوا قدامي يمسكوا البنقالين يضربوهم وياخذوا فلوسهم. يعني مثلا بنقالي ماشي زي كذا رايح مسكين رايح يسترزق، يمسكوا البنقالي بوف 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 يدوا ركب يشيلوا المحفظه. اصلا بنقالي مسكين اول ما يشوف حق الشعبيه جو والله يطلع المحفظه زي كذا ويديهم يبدا يصد زي كذا عشان لا ينضرب. والله مو بس على البنقالين وزي كذا، حتى في الدواري في الكوره يعني لدرجه على الشعبيه كانوا يشاركوا في دواري لاعبين طبعا معروف ومن النوع اللي يشوتوا ضفر وربي بيفوزوا بالقوه. مثلا عيال الشعبيه في الدوري يوصلوا النهائي حلو. خلاص لما مثلا يبدا خلاص قريب المغرب خلاص يعني باقي شويه وهم مطلوسين، يبدا يكسروا اللعيبه ويتضاربوا يستحق الفوز وانتم غشاشين. طبعا الحكم ما له صلاح وقاعد يحكم، هم خسروا في فشل. ويبدا يخبص يدخلوا الدبابات المية تطعيس في الملعب عشان زي كذا. والله العظيم لو اعدل لكم الاشياء اللي يسووها عيال الشعبيه من حاجات والله اللي يشوف يقول ذول مو مسلمين. فخلاص دحين انا فهمتكم منهم عيال الشعبيه صح. خلونا نرجع نكمل احداث قصتي مع عيال الشعبيه اللي فشخوا دراجتي. زي ما قلت لكم انا اشتريت دراجه قطبتها احمر، التنجيد كل شيء احمر وربي بس كانت تيبان.
المهم فدراجتي كانت ملفتة، فطبيعي حيكون عينهم على دراجتي. والله العظيم زي ما توقعت، يوم من الايام حطيت الدراجة تحت الدرج، اشتريت سلسلة من كتر ما السلسلة كبيرة يا ولد ورب يمكن اسلسل فيها سيارة مو دراجة. ربطت الدراجة وحقت عقوسة وخلاص ورحنا المدرسة. المهم طبعا والله العظيم الاحداث هذه كلها صارت في ذاك اليوم. انا راجع المدرسة مع مين؟ مع قريب الخال الاسود المطفي اللي فرشنا المدرس زمان. المهم زي ما قلت لكم زمان انا وقريبي زي التوأم، والله العظيم قريبي احمد كان زي الفردة يا واد، مر فردتي الثانية احمد. في ذاك اليوم راجعين مين؟ انا وقريبي من المدرسة. والله العظيم ذا اليوم اتذكره ومستحيل انساه. واحنا داخلين الحارة شفت اثنين والله العظيم، واحد لابس زنوبة خضراء وفنيلة حمراء، انا عرفت انه من عيال الشعبية واقفين عند البيت. انا على طول ايش حطيت وضعية السبورت، فسخت الشنطة وشمرت الثوب زي كذا حلو، واعطيت قريب قلت له اسمع لو فقعوا انت الحق الثاني وانا الحق مين ابو زنوبة. خلاص اتفقت مع قريبي، انا مهمتي اني امسك مين ابو زنوبة خضراء وقريبي يمسك الثاني. في ذاك الوقت احنا ماشيين بشويش على اساس انه لو احنا جرينا الحرامين حيفقعوا. وطبعا عيال الشعبيه لو فقعوا طبعا مو بس انا اللي عندي خاصيه السبورت، حتى عيال الشعبيه وربي سريعين يا واد، يمكن هم عندهم سبورت بلس. اصلا توقع الثاني كان حفيان. جيت انا ماشي هم طبعا شافونا بس يحسبون احنا ما انتبهنا، لان احنا مسوين ان احنا ما انتبهنا. مشينا زي كذا، انا جيت من ورا السيارات رايح فين عنده، وفعلا قربت الحرامي واقف زي حمار. انا انصدمت، المفروض انا توقعت حيفقع، اطالع الحرامي قاعد يطالع فيا واقف. الحرامي شكله وخاف، ما اتوقع في يوم ان احنا حنصيده. فرحت اسال اقول له انت ايش تسوي هنا؟ يقول والله ما اسوي شيء. قلت له طب ايش واقف هنا؟ قال لي ها مو عارف يتكلم. طبعا عشان تعيشوا الحدث، الحرامي هو اصغر مني تقريبا بسنه او بسنتين حلو، انا كنت ثاني متوسط ويمكن صف سادس او اول متوسط، هم اصلا ما كانوا يدرسوا بس عشان تفهموا. المهم دركته كذا، طبعا انا كان يمديني ادركه حلو، دركته دخلته فين؟ تحت الدرج، مكان عند الدراجه دخلته. اكيد اكثركم دحين يسال احمد قريبي ايش سوى معاه الحرامي الثاني اللي فقع. نجيكم على الجهه الثانيه مع احمد قريبي، وانا قاعد مع الحرامي الاول، جاء احمد قريبي قال لي يا رضوان ترى الحرامي قلت له فين راح يا حمار؟ انا قلت لك امسكه. قال لي يا اخي والله طلع عنده سبورت مره سريع الادمي ما قدرت معليش. قلت له خلاص تعال احنا مسكنا واحد. خليت قريبي مع الحرامي اللي تحت حلو، وطلعت فين؟ طلعت البيت. جبت حزام، الحزام ذاك حق النقع عرفتوه اللي يجيك كذا من هنا ويجيك هنا قال لك علامه الثوب. انا نازل طبعا صريخ مع البيت وانا قاعد اقول يوم ست الحرامي ومدري. ران حشيشه قال لي ايش بك؟ قلت له ست الحرامي اللي فشخ الدراجات حقتنا، تعال خلينا نضربه. نزلت بالحزام حق النقع ذا، والله العظيم كني قاعد العب مع الحرامي حكم. شاف ريان حشيشه نازل وانا معاه ريان ومعايا الحزام ذا حق النقع ابو حديده اللي كذا يتلف. ربي نزلت له كذا كاني ابو شاب اقول لك قاعد الفلف الحزام، انبطح ولاك اسود ولاك يا كلب 3 سنوات تفشخ دراجه تنبطح على بطنك. والحرامي الزلخبي قاعد يسمع الكلام، انبطح على بطنه وانا اجي فوقه اقسم بالله شحاطه تشحيط يا واد كذا زي ساو. ابدا من رجله بعدين اجي عند والله افتريت فيه افتراء. خلاص بعد ما ضربته وقفته كذا على الدرج، يعني خليته كذا مبطوح على بطنه ويده فين؟ يده واقفه على الدرج. متذكر لين دحين حاط يده زي كذا وبالحديده حقت الحزام، ولك كلب بوف اديه في اصابعه، والله اصابعه كلها صارت تنقط دم. ذيك المره والله اول مره اضرب انسان زي كذا، هو يستاهل حرامي والله العظيم. بعد ما ضربته يده كلها صارت دم. الحرامي كذاب يسوي انه قال لك اغمى عليه زي كذا، عارف انه كذاب ما يموت ذا، شعبيه وسخ يمين بالله معاه تيربو بس خواف ذاك اليوم عشان عارف انه احنا طبقناه. واقول له بتبكي؟ يقول لي وامسكه اديك ضربت الليل رين الحشيش صار يهديني يقول لي خلاص اخذ حق الله خلاص سيبه. قلت له اقسم بالله ما تسيبه. طلعت البيت فكيت الباب حق المجلس على اساس ابغى اشيل الحرامي ادخله. خلاص والله العظيم طلعت الحرام لين الدور الثاني بدخله المجلس الا امي جات يا حيوان انت بتموت ولد الناس خلاص وديه لا تجيب الشرطه الله يسعدك يا رضوان حيموت. طبعا الحرامي كان يده دم واشحاط الكفوف ايش؟ اثار الكفوف والتشحيط اللي من ورا في الحزام. يا ولد عذبته تعذيب. وفعلا والله امي حنت عليه وخلاص اطلقنا سراحه. ولا والله العظيم لو مو امي كان حبسته عندنا كذا اي وقت اطفش كذا سلام عليكم انت بتاكل ايوه. فبس والله كذا قبل اقول لكم ان القصه خلصت ايش استفدتم من هذه القصه؟ هذه القصه لازم تتعظوا فيها كل الحراميين انه مهما سرقت مهما سويت مصيرك تنفضح، ولو ما انفضحت في الدنيا حتنفضح في الاخره. والادمي ذا اخذ جزاته في الدنيا. والادمي دحين على الضرب اللي ضربته هو اقسم بيت الله قلبي برد.
ولين دحين كل ما اتذكره وقلبي برد. وابشركم تقريبا قبل سنتين شفت الادمي ذا العظيم لما عيني جت في عينه طالع فيه ونزل راسه. طبعا هو دحين صار قدي، اعمارنا 19 سنه، الكلام ذا عام 2010 يعني يمكن كان عمري 14 تقريبا. فبس والله كذا يكون وصلنا لنهايه المقطع. ادري انه مقصر معاكم في القناه، بس انا مو يوتيوبر، انا سناب، فشغلي كله سناب، فاضيفني في السناب عشان تستمتع معايا. القناه كيف مخليها انا يعني مثلا كل شهرين كل شهر انزل لكم قصه كذا حلوه خفيفه لطيفه، وان شاء الله بالسناب راح ابثركم. فبس والله جود باي.